صداقته للفقراء تعدتها لصحبة مجتمع بأكمله، حتى بات أيقونة العمل الاجتماعي في المنطقة، ما أن تقترب منه حتى تنقل إليك عدوى حب الخير والحرص عليه. ليس ذلك فحسب، بل أن البعض يفخر بمناداته بوالدي، فهو مدرسة متكاملة ربت أجيالا في سيهات الحبيبة على القيم والمبادئ والتعاطف، بل على الحب والأخاء أيضا. من سيهات وخارجها من القلب إلى القلب كانت اللمسة التي استطاع الحاج المغفور له عبد الله بن سلمان المطرود أن يرسمها، حتى خلق شغفا في أجيال الناشئة ليعرفوها. فماذا قال عنه محبيه، أو الأصح أبناؤه؟ أنه فقد والدته في وقت مبكر من عمره. هذا الحدث أثر على حياته كثير. الحاج رحمه الله تربى في مجتمع وفي أسرة متدينة، وفي تقديري أنه تأثر كثير مما يسمعه ويتلقاه من الخطباء على المنبر الحسيني فيما يتعلق بأبوة النبي صلى الله عليه وآله للأيتام. رحمه الله أبا عطوفا للجميع، سواء لنا نحن كأعضاء في مجلس الإدارة أو كان للعاملين في مرافق الجمعية من أطباء، ممرضين، أو سائقي سيارات، أو منسقي حدائق، أو حتى المعلمات في رياض الأطفال. يعني كان عطوف، يعني عنده عطف، وكان يقدرني، يعني الرجل هذا يقدرني كثير. هذا الشيء صنع في شخصيته الشيء الكثير بالاهتمام بالآخر، بالذات الاهتمام باليتيم، الاهتمام بالعابر السبيل، الاهتمام بالمنقطع، الاهتمام بالكبير اللي انقطع من عقب أو من أخ أو غير ذلك. فيه صفة بسرعة أن لديه سرعة فائقة في أنه يتبنى الآخر ويمنحه الرعاية والاهتمام، سواء كان هذا الآخر يتيم أو منقطع أو محتاج. والأهم من ذلك كله هو علاقته الأبوية الحانية مع نزلاء المجمع الصحي الذين كان يخصص لهم يوم عطلته الأسبوعية في كل أسبوع لزيارتهم فردا فردا والاطمئنان عليهم والتحدث معهم. أن أبوته منهج لعلاج كثير من المشاكل. من المعروف أن الأب يمنح ويعطي ويقدم، ولا ينتظر الجواب، ولا ينتظر الثمن، ولا ينتظر المكسب. الأب يمنح ويربي ويعطي، ويشمل برعايته الأبوية النشء إلى أن يكبر وينضج، ولا ينتظر أي شيء مقابل أبوته. فدائما الحاج عنده موعد، يعني كل بين فترة وفترة يجيب لك سالفة يخليه تخش في دماغك. منح أبوته لكثير من الأعمال الاجتماعية، لكثير من الأعمال الخيرية. منح أبوته لإخوته من أبيه وأمه، وأخوته أيضا من والده، ومنحها لأبناء إخوته، وهذا واضح لمن يعرف الحاج. فهو يقدرني تقدير واجب، يعني عاملني كأخ عزيز يعني عنده. أيضا منح أبوته لكثير من الأعمال الاجتماعية اللي تبنتها جمعية السيهات، سواء دار رعاية العجزة الذي انتهى بالمجمع الصحي الاجتماعي، أو بيت الطفولة السعيدة، من خلال رعايته وتبنيه لهذه الأفكار
ورعايته للأطفال منذ حداثة عمرهم إلى أن يتهيئوا للدخول المدرسة الابتدائية. من أبوته التي تظل دائما في الذاكرة اهتمامه بأفراد مجتمعه الذي كان يبذل لهم كل ما في وسعه من أجل رفعة هذا المواطن وليعيش الحياة السعيدة ورغد العيش. يضع نفسه في منتصف الطريق، في منتصف الخط، وينظر بعين لهذا الطرف وبالعين الأخرى للطرف الآخر، ويجمع بينهم بأقل الضرر. تتألم يعني الرجل هذا يعني لحق علينا، يعني هو جميل علينا كثير يعني. أبوته ليس حكرا على أبناء بلدته، بل أبوته موسعة أبناء الوطن. يعني لا فرق عنده بين أن يكون حضري أو بدوي أو من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة، ولا فرق عنده أن يكون من هذه البلد أو من تلك البلد. أبوته شملت قطاع عريض من أفراد المجتمع الإنساني من خلال دعمه، من خلال تبنيه، من خلال عطفه، من خلال مساهمته الخيرة في البرامج التي تعود بالنفع على الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع. كان يوصينا دائما بالاهتمام الكبير للقاطنين في المجمع الصحي أو دار العجزة كما كان يسمى، وهو دائما يقول هذا المكان لا بد من الاهتمام به، قد يكون يوم من الأيام مقرا لأحدنا في هذه الحياة. الحاج في رأيي هو أب حنون، أب عطوف، أب متسامح مع الجميع، مع من اتفق معهم ومع من اختلف معهم. كان أبوته خاصة للفقراء فقط أو لمن يساعده، كانت أبوته الحانية